لما حد بيجي يتكلم عن شركة ايفا او عن اي منتج من منتجات شركة ايفا بحس بالغيرة قوي، اللي هو يا جماعة انا كنت بقول منتجات ايفا دي حلوة من قبل ما اي حد يفكر انه يستخدمها، اللي هو ما كانش في حد في الكون اصلا بيستخدم منتجاتها، ولا بيقول على السوشيال ميديا، ولا بلوجرز ولا دكاترة ولا اي حاجة كانوا بيتكلموا عنها بشكل حلو ابدا، بالعكس كانت بتقابل بهجوم فظيع. ولكن لما غلي الدولار بقى مرة في التانية في التالتة فقالوا بقى طب ما نشوف بقى منتجاتهم، ابتدوا بقى يتكلموا عنهم، فبحس اللي هو I did it first، انا اللي قلت الاول ان منتجاتهم حلوه، جربوها واستخدموها عادي. يلا مش مشكله. ازيكم؟ انا بسنت سالم. فيديو النهارده هو ريفيو عن ايفا بودي لوشن بريحه الروز، علشان ريحه باشن هنتكلم عنها كمان شويه. وزي ما اتعودنا في الريفيو بنعرف بالمنتج، بنقول مميزات وعيوب وصفات محايده. ولو اول مره تشوفيني فالصفات المحايده هي الصفات اللي ممكن تكون عجبتني وما عجبتش اللي جربوه معايا، او ما عجبتنيش وعجبت اللي جربوه معايا. اول حاجه هنعرف بالمنتج. ايفا مكتوب عليه انها من شركه ايفا سكين كير، بودي لوشن من لاين ايفا زلين، لوشن الجسم للترطيب الفعال. الديزاين بسيط قوي، يعني هو ما فيهوش زحمه وفي نفس الوقت شكله رقيق قوي. الترطيب الفعال بالجليسرين يضاعف فعاليه الترطيب. ريحه الروز زي ما قلت لكم هي حجمه 240 مللي. ونبتدي بالمميزات. اول ميزه الايفا بودي لوشن انه دهني ولكن ما بيلزقش. اعمل لكم سواتش برضو علشان الناس اللي بتحب تتفرج على شكل المنتج. كميه صغنطوطه وهنفردها اهو، ما بيلزقش خالص، عكس برضو فازلين اللي دايما اقارن لكم بيه. عملنا برضو ريفيو على الماشي عنه قبل كده وقلت لكم ان هو دهني ولكنه بيلزق. ده دهني وما بيلزقش، يعني تدهنيه من هنا وتلبسي هدومك عادي جدا، ما تحسيش ان انتي هدومك هتلزق عليكي، بالعكس احساس رائع جدا. رقم 2 كعادة كل منتجات ايفا، ترطيب عالي 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 وفوق الممتاز. يوريا، فيتامين اي، جليسرين، حاجة كعادة كل منتجات ايفا في الترطيب بتبهرني وممتازة جدا. رقم 3 الحجم 240 ملي بيقعد للأبد. انتي برضو مش محتاجة غير طبقة رقيقة قوي علشان تفرديها على جسمك كله. برضو دي ميزة في كل منتجات ايفا للترطيب، بتحتاج منها كمية صغيرة قوي عشان تفرديها وتديكي ترطيب او نتيجة رائعة. ال 240 ملي دول كانوا معايا يعني من اكتر من 3 شهور، ولسه لحد دلوقتي انا فاضل تلته مثلا لحد هنا، لسه ما خلصش. طيب ايه هي عيوب ايفا بودي لوشن؟ اول عيب، لا يقترب من المناطق الحساسة مطلقا. مستحيل انك تفكري تقربيه من المناطق الحساسة، هتحسي بالتهاب وحكة وسخونية رهيبة. ما تعمليش كده. لوشنات تانية ممكن تستعمليها للمناطق الحساسة، ولكن ده هيبقى لجسمك ممتاز جدا. رقم 2 مفيش حجم تاني متوفر غير ال 240 ملي. يعني لو انت مثلا عايزة تجيبي حجم صغنطوط مفيش، لو عايزة تجيبي حجم اكبر من كده مفيش، هو حجم واحد. واحده فزلوكه هتطلع تقولي ايوه ايفا ما يقربش من المناطق الحساسه علشان فيها كحول وعطور. لا يا فزلوكه، هو عادي كل اللوشنات فيها كحول وعطور، بس هو ده ما ينفعش تقربيه من المناطق الحساسه لاسباب مش لازم نشرحها، بس هو ما تقربوش وخلاص. وكل المنتجات فيها كحول وعطور، ما اسمعش صوتك تاني. نيجي بقى للصفات المحايده، واول صفه محايده هي الريحه. ريحه الروز دي رائعه، اي حد بيحب ريحه الورد سواء كانت هاديه سواء كانت القويه هيحب ايفا. ان هو ريحته روز قويه، بتبتدي قويه جدا وبعدين بتهدى مع الوقت. لكن بقى ريحه باشن اللي هي يعني الريحه التانية اللي بيتوفر بيها الايفا بودي لوشن، ناس كتير قوي بتحبه. وانا استغربت جدا لما شفت يعني في ريفيوز بتنزل على جروب مشهور قد ايه بيعشقوه وقد ايه جميل. هي صفه محايده والروايح اذواق، بس انا بحس ان هو ريحه دواء كحه، مش عارفه ليه. كان دواء كحه كده زمان بالفراوله، انا ما كنتش بحبه وما كنتش بحب اخده، ودايما اجري من ماما عشان ما اخدوش، فهو دايما بيفكرني بيه، ما بطيقهاش بصراحه. فلو حد جرب باشن ده يعني يقول لي رايه في ريحته في الكومنتس، يمكن انا اللي مناخيري بايظه. رقم 2 التعامل مع الاسترتش ماركس. انا شفت انه ممتاز ممتاز ممتاز. انا كنت بستخدم يعني كنت بجرب كذا منتج وقت الحمل، فانتوا عارفين وقت الحمل لازم تطلع لك ستريتش ماركس، فانا كنت محافظه على الترطيب 9 شهور ما بفوتش يوم. غير اخر شهر كنت مرهقه جدا، قعدت يومين مرطبش، فجاه ضربت الاسترتش ماركس. تعاملت معاها بكريمين، مش مشكله بحكي لكم القصه دي بعدين. المهم ان ايفا كان تعامل
اسرع واحد في المنتجات اللي انا استخدمتها. اسرع منتج اتعامل مع الستريتش ماركس الحمراء القويه، كان يعني تقدر تقوله اسبوع، كانت حاجه مبهره وممتازه جدا. فتعامله مع الستريتش ماركس سريع وجميل، وتقدري تعتبريه بديل لمنتجات كتير للستريتش ماركس وغاليه. ولكن مع اللي جربوه معايا في ناس ما حستش قوي بالفرق الفظيع اللي انا حسيته، وده ممكن لان هم ما كانوش بيقارنوه بمنتج تاني. رقم 3 السعر، سعره 55 جنيه وهو 240 مللي، هو سعره مناسب، ولكن زي ما قلت لكم لو كان في منه احجام كانت هتبقى حاجه حلوه قوي. رقم 4 شكل العبوه، البلاستيك بتاعها رائع وخفيف ولذيذ، ولكن هو لان هو بيتفتح من تحت، من العبوه اللي بتتفتح من تحت دي بتسبب لفقد جزء من المنتج، سواء كان بسبب سوء الاستخدام او ان هو بيتفتح وغصب عنك وبتسيبيه على التسريحه، او ان هي بتتكسر لان انتي كل شويه تخلصي وتحطيها تخلصي وتحطيها. فناس كتيره قوي من سوء استخدامهم بتتكسر الحاجات دي، فده بيعزز من فقد المنتج، فدي حاجه مش حلوه. اتمنى ان هم يشقلبوا الازاز او يعملوها بامب زي ما انا بحبها. رقم 5 ودي اعتبر ان هي اكتر واهم صفه محايده، هو انه مناسب لجميع انواع البشره. كنتي بشرتك جافه هتستخدميه طبقه تقيله شويه، بس مش زي اللوشنات التانية هتضطري انك تستخدمي طبقات كتير، لا هي طبقه واحده بس هتقليها شويه. ولكن زي ما قلت لكم ما نقربوش من المناطق الحساسه. وده كان ريفيو عن ايفا بودي لوشن. هستنى رايكم في الكومنتس، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. ان شاء الله استناكم في فيديو جديد. باي.